عسلامة. نحب نحكي في موضوع داعش اليوم. تونس يعني نجم نقولوا اللي هي ولات أكبر مصدر للدواعش في العالم. علاش؟ لأنه الأرضية ملائمة، يعني جهل وزيدهم الفقر. إنسان هو يقولك يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدو بعدوه، فما بالك إنسان جاهل وزيد جيعان ما عندوش ما ياكل، يعني فقر، مستعد يعمل أي شيء ويبيع نفسه لأي شيء باش يعمل فلوس أو باش يكون عنده قيمة أو يعمل حاجة ممارسة يلقى فيها يحس بنفسه اللي هو ولا عنده قيمة به. وزيد على هذا يعني الفكر الداعشي ما هوش فكر جديد، يعني صفحات التاريخ مملوءة كلها معبية بالفكر الداعشي. يعني داعش كانت حاضرة يوم دك الحجاج مكة وصلب عبد الله بن زبير. داعش كانت معناها حاضرة في فتوحات الإسلام اللي كانت تمضي باسم الجزية. داعش كانت حاضرة في الحفلات الميدانية اللي نفذها الحجاج في المعارضين متاعو. داعش كانت حاضرة في مجازر العباسيين وأسلوب ومنهجية أبو جعفر المنصور وأبو العباس أيضا. داعش كانت حاضرة يعني في دم ملوك الأمويين. داعش يعني كانت حاضرة في جنود الانكشارية في حرب البلقان وغيرها. يعني التاريخ كله معبي بالفكر الداعشي به. يعني داعش ما هيش حاجة جديدة أو مؤامرة صهيو أمريكية وكذا وناس تتآمر علينا إلى غير ذلك. هذه حاجة. وتونس كما قلنا هي التونسي يعني بطبعه نسبة كبيرة من التوانسة هما بذور دواعش، لأنه التونسي ما يناقشكش بالحجة وبالمنطق. التونسي يسبك من غير ما يعرف ويدافع على حاجة يجهلها من غير ما يعرف. التونسي تربى وكبر على الخوف، يخاف من كل شيء. التونسي يعني يدافع على حاجات يجهلها. علاش هو دمه سخون التونسي؟ على خاطر فيه العرق الامازيغي، مانيش عرب احنا، وهذا موضوع اخر وحده نرجع له شويه اخر. لكن والدوله التونسيه يعني تساعد في هذا وتشجع على هذا بطريقه او باخرى. كيفاش؟ توا إنسان مجرم عادي يقوم بجريمة قتل مرته أو كما نشوف في البرامج الاجتماعية في التلفزيون التونسية يتشد ويلقاوه. لكن اللي نفذوا في العمليات الإرهابية في تونس حتى اللي شدوهم ما فماش وما تحكمش عليهم، ولا عاملين لهم قانون التوبة ومسيبين في المجتمع وكأنهم صالحين الحياة الاجتماعية. هو إنسان يشد يعني سجن المدة قصيرة ماهيش طويلة برشا، كيف يخرج نورمالمون يشوف بسي قبل ما معناها باش ينجم يرجع يتأقلم مع المجتمع ويرجع يعني معناها يعيش في وسط المجتمع عادي. لكن هذا ما معناش في تونس وما فماش. اللي قتلوا شكري بالعيد ما فماش، القناصة ما فماش. وزيد الأتعس وأمر من هذا الكل، يعني الدولة وليت تحب تطبق الشرع
وتتدخل في الحريات الشخصية. يعني إنسان قتل أرواح يقتل، يقص راس يقصه ويحطه فوق الظهر، عادي نورمال. وإنسان يشعل سيجارو يقولك تجاهر بالفاحشة وعمل الفاحشة. شنو هو الفاحشة؟ شعل سيجارو. معناها 2017 احنا هكا. ليه ولو بيغ الباجيت يعني تسب في الناس هذوما، فما اللي يقول يستاهل، وفما اللي يقول يعني كلام من يقزز، من أرخص وأتعس ما يكون به. هذه حاجة. يعني الدولة التونسية تحب تردها تونستين، ما عادش تونس. انت تحب معناها تطبق الشرع، طبق، حط دولة إسلامية والقانون يكون من الشرع. يعني اقتل المرتد والكافر، ونقتلوا اليهود اللي هما السكان الاصليين للبلاد هذه، اليهود اللي هما اعز الناس. احنا حتى في اللونجاج نتاعنا معناها الخايب ياسر اللي لازم يتنحى، ولازمنا نفيقوا، ولازمنا، لان يعني ماشيين نحو الهاويه. احنا دايوغ في الهاويه، لكن ماشيين الاتعس من هذا برشا. معناها ماشيين الحاجات ما ينجم حتى حد يتصور شنو ينجم يصير في تونس. به يعني تجي انت المجرم الحقيقي تسيبه، وإنسان يمارس في حرية شخصية تحطه في الحبس. هذه الدولة يعني. حط الشرع، حط يعني تعدد الزوجات، حط يعني ما نعرفش أنا، حتى الاقتصاد نوليو نمشيوه بالشرع. أقطع المنتوجات متاع الكفار، نحي جوجل. نجم تنحي جوجل؟ شكون عملوا جوجل؟ عملوا تونسي. وبحكم احنا عاد شعوب مانيش مستهلكة، احنا شعوب منتجة على جميع الميادين للأسف. بيان سور اعمل قوانين يعني دينية، والمتبرجة اللي كيفي انا يجلدوها، والى غير ذلك. طبق الدين في كل شيء، او طبق القانون في الدستور التونسي. تونس دولة مدنية، يعني تونسي راهو معناها عنا توانسة يهود كما قلت، يعني عنا توانسة مسيح، عنا توانسة ملحدين، عنا توانسة تونس ماهيش متاع المسلمين كهورة. والمسلم يعني اللي ما ينجمش يتحكم في الحيوان اللي فيه، ويسب بنات الناس على خاطرها لابسه اوزي مثلا، وما خلاتوش يصوم، ومازال ما ينجمش يتحكم حتى في الغريزه الحيوانيه، يمشي يشوف بلاد اخرى يعيش فيها. البلاد هذه متاع الناس الكل. والتونسي اللي تحكيو على الحريات وعلى احترام حرية الضمير واحترام المعتقد، وينو هذا الكل؟ ناكلوا في بعضنا، نسبوا في بعضنا بنيفو معناها طايح 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 الى ابعد الحدود. يعني حتى ساعات نقول حاشيه الحيوان، لانه فما ناس للاسف حتى للمستوى الحيواني مازالوا ما وصلوش، ماهوش المستوى الانساني. يعني الى متى هكا؟ الى متى؟ عاد ذهبي انا زيد نولي دعشوشه ونضرب دزة باهية ونفرهدكم معايا. وسهام بن سدرين تعوض لي أتعابي، وسمير الوافي توي يبيض لي صورتي ويستدعاني ونغني للشعب الكريم ونكسب الشفقة متاعو. وكان شديد الحبس تو نخرج في عفو بحياة راس الغنوشي. في أقصى الحالات ما تخافوش عليا. معناها البشبوش قال اللي يعني
ما عندهمش بلاصة ليا أنا والإخوة من الزملاء المجاهدين، لأنه الفتارة والزبراتة والمخترعين ما خلوناش بلاصة. هذه باش معبية السجون التونسية، والدواعش مسيبين. تونس قديش فيها من جبل، قديش كبرها، قديش فيها من جبل. هو على كل مواطن تونسي يمشي فما 4 بوليسية يعسوا عليه، واللي حاجتهم باش يعرفوا عليه شقيقة ورقيقة يعرفوا عليه في وقت يعني قياسي، أسرع من سرعة الضوء. وباش يشدوا الدواعش ما فماش، ما نجموش يشدوهم الكل، وما نجموش يقضيوا على الإرهاب، لأنه تو سامبلومون الدولة هي المسؤولة على الإرهاب في تونس، وهي متورطة في الإرهاب في تونس. يعملوا يعني في مسرحيات ويتمنيكوا على الشعب، ولي بلاتو متاع ثقافات تونس المستعربين الساذجين، يعني اللي مساهمين هما في حد ذاتهم دي ماريونيت مانيبيولي، ومساهمين في المانيبيولاسيون متاع الشباب توا، ومتاع التفاهة، ومتاع برشا حاجات. يعني كيفاش لي وزيد الأتعس من هذا والأدهى والأمر، يعني انه يحبوا يزيدوا يدخلوا البلاد، يعني ما نقطعوش العلاقات مع قطر، ويحبوا يدخلوا تونس في العجة، في حرب يعني بين السنة والشيعة. هذه يعني قالت لهم اسكتوا. وبيان سور على راسهم الغنوشي. انا نرى معناها حسب رايي انا، او الانسان لازم معناها يمتثل قدام القضاء هو سي راشد الغنوشي، لانه هو يعني مورط، وهو السبب الرئيسي في هذا الكل، وعنده رجال يخدم بهم بيان سور. معناها ماوش هو اللي قاعد يعمل في العمايل هذه الكل، لكن هو يحرك في رجاله كيف غيره. والحرب يعني ما بين زوز مذاهب، يعني اي خلينا من المسلمين على خاطر باش نعطي اكزامبل على المسلمين باش نولي نهاجم في الاسلام بالذات. وفي فرنسا تشارل التاسع عام 1570 ميلادي، يعني تسبب في مجزرة إنسانية، يعني 4 مليون شهيد. حرب ما بين زوز مذاهب مسيحية، واضح يعني. ومن بعد على فكرة الحدث تخلد واحتسب له اللي هو إنجاز، وتحط في لوحة توا موجودة في الفاتيكان. به هذا إكزامبل. معناها احنا المشاكل الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية وإرهاب وكذا، يحبوا يزيدوا يدخلوا البلاد في فوضى، في طريق ما يرجعش. والمشكل وين؟ انه الشعب التونسي ماهوش واعي. الشعب التونسي ماهوش واعي، حتى اللي قلنا عنده مستوى تعليمي، لانه المستوى التعليمي والثقافة حاجتين بعض على بعضهم برشا في تونس. اللي عنده مستوى تعليمي تلقاه في مخه مازال لا إنساني، ما يعرفش يحكي، ما يعرفش يناقش، ما يعرفش يحترم غيره، ما يعرفش يتحكم في روحه، ما يعرفش يكون إنسان. يعني فقط لازم يكون إنسان. احنا يعني الجانب الإنساني أكثرية التوانسة متجردين منه بيان سور. باش والدولة يعني تسيب في حاجات وتلهي في الشعب بحاجات، كي حاجتهم بحاجة هاوكا يعملوا حاجة يتلهي فيها الشعب، يقعد يحكي عليها على الفيسبوك ايامات، لوطون اللي هما ركحوا امورهم في حاجة اخرى. يعني عمري ما ريت انا لو كان جاي شعب تونسي واعي، عمري ما ريت شعب يقدس ارض اكثر من ارضه، عمري ما ريت شعب سامحوني،
شعب ينتسب الجنس غير جنسه، شعب يهين أحراره، يهين الأحرار متاعه ويقدس المستعبد متاعه. عمري ما ريت شعب كان يسكن القلاع ولا يسكن الخيمة وبيوت القصدير. عنا مالوغوزمون في تبرقة وفي عين درهم وفي غيرها، يعني من المناطق ومن الأرياف التونسية، ولا نسيتوهم. حتى الشتاء الجاي نهبطوا دي ستاتيو على الفيسبوك: اللهم أبسط دفء رحمتك على من ليس له مأوى في هذا البرد. ووريونا في برامج اجتماعية كيف المسامح كريم. وعندي ما نقولك شوية قضية هزوها مواطنين أو تبرعوا بها أشخاص، لأن الدولة هذا ماويش من مشمولاتها. الدولة اللي هي بالإرهاب واللي هي بصفقات البيعان البلاد وثروات البلاد وتاريخ البلاد وأمجادها. هذا يعني ماويش من مشمولات الدولة. المواطنين يهزوا الماكلة ويعديوهم في التيلي. عمل إنساني يعني كأنها مزية، وكأنها مزية، عاملين مزية. الديكتاتورية في تونس والاستعباد في تونس ماويش كان من الدولة، راه حتى في الديار، في العائلات، في الخدمة، في المؤسسات، بارتو سيستيم كامل. يعني وقتاش باش نتحروا، وقتاش باش نفيقوا على وضعنا، وقتاش باش ما عادش نحشموا انا نواغ ولا بلون، ما عادش نحشموا من انا شنو من بلاصه جيت وشنو اصلي. وقتاش ما عادش باش نحشموا من الافكار متاعنا ونكونوا احرار فكريا قبل كل شيء. وقتاش باش نوليو نخلطوا شويه على التحضر، لانه احنا في الحقيقه احنا تخلينا على الحضاره متاعنا، هديناها ومشينا تبعنا وانتسبنا الحاجات ماهيش متاعنا. احنا اللي صنعنا الحضاره. احنا احفاد عليسة وحنا بعل، عنا كرتاج، عنا الجم، عنا لحنية، عنا يعني تاريخنا حافل بالامجاد وبالانتصارات وبالتحضر وبي بي بي الف حاجة. احنا خلينا هذا الكل وانتسبنا للعرب، يعني حتى من الهوية متاعنا مسروقة. ويفتخر، يجي يفتخر يقولك انا عربي، يفتخر بها ويحكي على العروبة. ومشاكلنا الكل جراير العروبة بالأساس بطريقة أو بأخرى. لزغاب احنا أمازيغ. وفي التاريخ التونسي بيان سور التاريخ، نحكي التاريخ كنت نحكي عليه، لكن توا نحكي على التاريخ اللي حاطته وزارة التربية التونسية العزيزة الغالية. يقولك نحن بربر، وقت هي سبة بربري يعني المتوحش، وما كانتش تطلق على سكان شمال افريقيا فقط، على الزنج وغيرهم. يقولك احنا بربر. عمرك ما تصادف في التاريخ اللي حاطته الوزارة، عمرك ما تصادف كلمة امازيغي، وإلا قرينا على أجدادنا الأمازيغ، على نضالاتهم، على أمجادهم، على حضارتنا، على المرأة كيفاش كانت ملكة في تونس ولات عبدة. هذا كل ما نقراوش عليه، على الشعر الأمازيغي، على عديد الأشياء. يعني هذا الكل يعني انتسبنا للعرب، وقت احنا عمرنا ما كنا عرب. يعني السوري ماويش عربي، الأردني ماويش عربي، الفلسطيني ماويش عربي، يعني رومان وسريان وأشور وأقباط، ويعني هذوما يتسميو مشارقة، ما همش عرب. هذه كلها شعوب تسرقت الهوية متاعها وانتسبت لبني عرب. شي يهمنا فيهم؟ احنا توانسة، احنا توانسة، وكل حد يضرب على دربه. أول حاجة الشعب التونسي لازم تصير ثورة فكرية في البلاد. الشعب التونسي لازم يقرأ التاريخ. الشعب التونسي أنا ريت برشا مسلمين وبرشا مؤمنين أفضل برشا مراحل من شخصيات يقدسوها.
افضل منهم برشا مراحل. احنا رانا ما نشبهوش للعرب، احنا يعني لا بالذوق ولا بالحضارة ولا حتى بتاريخنا الانساني ما نشبههم بحتى شيء. احنا جديدنا يعني صنعوا الخمر واوجدوا الموسيقى، وزرعوا الارض وتأصلوا فيها، فصرنا اولاد اصل. العرب لم يزرعوا ولم يتأصلوا، هما سكان صحراء وما عندهم حتى علاقة بالحضارة. يعني باش نجيو احنا يعني الناس اللي حاربت على حريتنا، والناس يعني اللي هما أجدادنا وعرقنا وأصلنا وتاريخنا وجذورنا نتبرئوا منه، لا ولا اللي يحكي عليه يولي يسمع ما يكره مهبول إلى غير ذلك. خلينا نرجعوا الهوية متاعنا، خلينا نحلموا حلمة مزيانة، خلينا نتجاوزوا كل النعارات والأطياف والأديان والاختلاف باهي. راه الأفكار فكرة مع فكرة، ما همش فكرتين يوليو ثلاثة. خلينا نتجاوزوا هذا الكل ويكون الرقي فينا أسمى خلافة، والإنسان هو المقدس، ونحترموا بعضنا ونتعلموا ونحترموا اختلاف بعضنا ونتعايشوا مع بعضنا. علاش تونس ما توليش علمانية؟ لأنه وقتها باش يتسيب الإبداع. احنا الإبداع والفن في تونس التوا عنا نظرة دونية للراقصة العاهرة اللي ما تتهزش بمقص النار. أنس جابر يعني أتليت تونسية تشرف تونس وتعمل غوكور عالمي، والعالم الكل ينحني قدامها ويصفق لها ويفرح لها وكذا. يجي تونسي ولد بلادها خامج مصنن، لا مستوى ثقافي لا مستوى أخلاقي، لا يقوم لا بنشاط لا ثقافي لا اجتماعي، عايش عالة على المجتمع، يسبها وجبتولنا العار وتلعب في كومبيتيسيون ساقيها عريانة، ومرة تسبوا في حبيبة. وممثلين اللي هما نخبة سواديزون نخبة، قولوا نخبة متاع تونس، كيف ريم البنا تخرج تسب في مراه معرسه وكذا وفضايح وخرم، ونسبوا في بعضنا ونتعداو على بعضنا. هذا النيفو متاعنا، هذا 2017 شنو حضرنا، هذا شنو يعني وين ماشيين بالضبط. حملة مش بالسيف معاها انا. علاش تسبوا في الناس؟ وهذا راجل، علاش انت اكثر رجوليه منه؟ قاعد ورا بيسي وتحكي. هو يحارب على حقه يعني أدنى مقومات الحياة. الحرية ما فماش، ولا كرامة ولا عدالة ولا حتى شيء. عدالة إنسان شعل سيجار ويشد شهر سجن؟ هذه العدالة التونسية؟ يعني وتتبجحوا وتحكيوا على الغرب وعلى الحضارة الغربية وعلى ما فما حتى وجه راو للمقارنة. لو تسافروا انتم وتخرجوا منها البلاد هذه وتحتكوا بناس اخرين وتراو العالم وين وصل، وتراو الناس كيفاش تعيش، تراو الإنسانية في أروع وأجمل صورة لها، تتبدل المخاخ. لكن أول حاجة ما تقراوش، مصدقين جهال، وزيد متخلفين، وزيد مسكرين على رواحكم، وزيد ما تقبلوش الاختلاف، وزيد ما درا شنو الفن حرام، اللبسه درا شنو عيب، وهذيك بيه وهذيك عليها، وهذيك درا شنو وهذيك خامج وهذيك. راهو الاختلاف هو اللي يجيب التطور. والكلمه الطيبه راهي حتى في الدين صدقه. وكيف نتناقشوا يعني بالحجة وبالمنطق، مش معناها لازم انت تعرف هكيكا والا انت يعني الشيء اللي انا نحكي عليه مثلك انت معناها انت خايب. ليه بالعكس انت باهي وتكون احسن لو تكون عقلاني في كلامك. يعني ناس بعدوا علينا جملة، احنا مازلنا ناكلوا في بعضنا، مازلنا شعب متخلف للأسف. ما عنا حتى علاقة لا بالحضارة لا بالتطور لا بالصناعة لا بالثقافة لا بحتى شيء. إلى متى هكا؟
ما عادش عارفة شنو باش نقول. نحب نقول حاجة، انه الحرية حاجة مقدسة، والإنسان هو المقدس. ما فما حتى شيء آخر أكثر قداسة من الإنسان، من إنسانية الإنسان. والعلم مقدس. مستغربين إنه واحد خرج عامل رسالة الدكتوراه متاعو والأرض مسطحة. عنده الحق، هذيك اش يعرف هو، هذيك شنو قرأ، وهذيك شنو تعلم. مستغربين يعني وداعش والإرهاب وتخرجوا تندوا. اللي يقول داعش لا تمثل لا دين لها، اللي يقول هكا هو حاجتين: اما جاهل او جبان او منافق، ما فماش حاجه اخرى. اللي يقول داعش لا دين لها، واللي يقول اللي احنا متحرين ومستقلين وغيره، يكذب على روحه اول شيء. واللي يسب في العباد كان يمشي يشوف يبحث في روحه هو قبل ما يسب الناس اللي هو اون فان كونت تلقاه يسب في اولاد سياده بطريقه او باخرى، لأنه إنسان حر يدافع على مبدأ. هو إنسان متخلق، هو إنسان متخلق وما هوش منافق مهما كان الشيء اللي هو قاعد يدافع عليه، مهما كان. ليه؟ ولو بيغ واحد شنو كاتب في كومنتير، حاطط قال ردوا بالكم على صغاركم، اليوم يشعلوا سيجارو في الشارع في رمضان، غدوة تو يهزوا بناتكم للمثلية ودرا شنو، ويولي عنده الحق يمارس الجنس مع أخته مع أمه. فيش تحكي شنو التخلف هذا وشنو الجهل هذا؟ يعني أنت أبار الدين ما فما حتى سبب آخر يمنعك باش تمارس الجنس مع أمك أو أختك؟ تحدث عليه عندك في الدار، ما تحكيش على ناس ما تعرفهمش. الشرف والأخلاق ما هوش اللي غاية في نفس يعقوب باش تمشي للجنة نهار آخر. الأخلاق مطلقة أو لا تكون. الإنسان متخلق في أي زمكان وفي أي ظرف، متخلق عن مبدأ وعن وعي، ما هوش متخلق لغاية في نفس يعقوب. الإنسان المختلف مش معناه خايب، مش معناه انت باهي. ما فما حتى حاجة يعني تسمح الإنسان المقارنة باش نقارنه، تسمح لنا يعني باش نقارنه إنسان بإنسان آخر. هو الفكر والوعي متاعو كهو فقط عنده في مخه. أبارسا شنو الكولور متاعو، شنو دينه، منين جاي، شنو كما قال فلان تحدث حتى أراك. هذا هو اللي يفرق ما بين الناس، يعني ما بين إنسان وآخر، وهذا عنده مستوى وعنده قيمة وهذا لا. العالم قاعد يتغير، والعالم قاعد يتطور بسرعة كبيرة برشا، وتونس مركز مهم. تونس تيناس بالأمازيغية تعني المفتاح. كل قارة عندها المفتاح متاعها. تونس مفتاح أفريقيا، إسرائيل مفتاح آسيا، وروما مفتاح أوروبا. المثلث هذا 3 دول هذوما، أمريكا وقوتها ما عندها حتى قيمة لو ما عندهاش موقع قدم في هذه البلدان. لكن للأسف كل شعوب العالم فيها البهيم، فيها الحمير، لكن فما حمير يقودوها حمير وحمير يقودوها رجال، هذا الفرق. لكن بالنسبة للسياسيين تونس ما نعرفش انا كان فما قانون يعني لازمهم يعني فما شكون نتمنى لو شكون عنده الجرأة يشد على كل حد يلم له الدوسيات متاعو ويهزهم للمحكمة الدولية ويمتثلوا قدام القضاء. نتمنى لو الشعب التونسي يطالب بالهوية متاعو، لانه الشعب التونسي دمه سخون وحار. لانه انا حفيدة ديهية الامازيغية، مانيش حفيدة عايشة. نمشي بمنطق هني على روحك وما يجيش وانتي مراه، يعني مراه كائن من درجة ثانية، ونتشري بمهر ونعدي عمري كامل ما نحبش نقول كلام مش باهي.
المرأة التونسية مرأة فحلة، حتى اللي ما تعرفش تكتب اسمها وأمية في تلقاها معيشة عائلة، وتناضل وتفيق الصباح وتمشي وتلم الزيتون وتلم الطماطم وتخدم فم دوميناج وما تعملش حاجة خايبة. هذه المرأة التونسية، ما هيش الانتهازية الإلخ إلى غير ذلك. هذه المرأة التونسية يعني المواضيع متعدة برشا وكبيرة برشا، لكن الحكومة التونسية وسياسيين تونس لازمهم يفهموا حاجة. راو كيما التاريخ مجد ناس وذكر ناس يعني، وحتى هما موتى لكن في الحقيقة هما أحياء، كسوا من مفكرين الأفكار لا تموت، كسوا من ناس ناضلوا على الحرية وعلى البلاد هذي، وناضلوا على شرفهم وعلى نخوتهم وعلى برشا حاجات انتوما تفتقدوها للأسف. تذكروا في التاريخ وقرينا عليهم بيان سور، نرجع ونقول ماهوش التاريخ اللي حاطينه انتوما بتاع وزارة التربية التونسية. أجدادنا الأمازيغ الأحرار، انتوما إلى ما زبلت التاريخ لأنكم مجرمة، لأنكم سراق، لأنكم ولا محالة ما كمش وحدكم تخدموا راه، فما برشا ناس يسبوا فيكم وهما كيفكم، جعالي ورشوة و قاضي فاسد وطبيب فاسد ومعلم فاسد وسيستم بن علي اللي خدم بيه بن علي توا هو نفسه يمشي. اما شنو تبدلوا تنحاو الشعب وتعملونا الاحزاب والكلها يعني سيستم كامل، يعني كل واحد يتبع الاخر، حاجة تتبع مربوطة بحاجة مربوطة حاجة مربوطة بحاجة مربوطة بحاجة أخرى، سيستم كامل محطوط ومانيبيولاسيون والإعلام خامج عاهر مسير ما هوش مخير. إعلامي يجي يحكي لك مرة على ستانيزم، عاد جابوها في فترة باهية برشا باش الشعب بيان سور يلقى فيش يتلهي ويحكي في كيف العادة، لأنه شعب مبنش تافه ساذج فوالا. دونك قالك صحافي هذا تونسي قالك ستانيزم، يحكي على ستانيزم عبدة الشيطان، قالك الملحدين يعبدوا في الشيطان. يعني هذا ناجح برشوة أو ما نعرفش أنا، أو بالقدرة أو بالنقبة ممكن، كيف برشا توانسة، هذا باش ناجح وهذا باش خذا الشهادة متاعو. قالك الملحدين يعبدوا في الشيطان، من هوني أنت تفهم وقت اللي هو الملحد لا يؤمن بوجود الشيطان أصلا، والملحد كافر، والكافر به وعليه وإنسان خايب ودرا شنو يعني وقت اللي انتم تقتديوا بناس يعني قمة الإجرام وقمة القذارة وقمة اللا إنسانية وقمة يعني النذالة واللا شرف، والشرف راو إنك تكون إنسان على مستوى معين، يعني من الأخلاق، مش الأخلاق المصطنعة، من الأخلاق ومن الضحكة والكلمة الطيبة، تكون إنسان محترم في العمل متاعك، ما تقبلش الرشوة، تكون إنسان بونكتويل تقدس الوقت، يعني من حاجات بسيطة يبدأ الشرف إلى حاجات أخرى عظيمة. يعني التوانسة مشكلتهم كل شيء في تونس عنده سوم، حتى شيء ما عنده قيمة. كي تولي عندكم حاجات عندها قيمة وقتها تنجموا تحلوا فيمكم، كل حد يتحل قجر متاعو ويحكي على الشرف وعلى النظافة وعلى الرجولية وعلى كذا. ما كمش أكثر رجولية من اللي عملوا حملة مش بالسيف لا انتوما ولا غيركم، وما كمش أكثر شرف من الغرب الكافر اللي تتمناو توصلوا للعشر اللي وصلوا، لكن في الحقيقة انتوما ضد الاختلاف وضد التنوع وضد الحضارة وضد، يعني انتوما متشبثين بالرجعية، متشبثين بفكر مات مع أصحابه من 1400 سنة. الدين حاجة والدولة حاجة أخرى، الدين روحانيات وتونس راهي للناس الكل. نمشي معاك أبعد من هكا أوكي، ما ويش راجل وأنس جابر كان باش تسمعني جسبيغ تسامحني أوكي، هي عاهرة لكن تونسية،
وعندها الحق في تراب البلاد هذه كيفك وأكثر. وكان عجبكم ولو تونس ماشي في بالها بالرجال الدولة أشباه الرجال، ماشي في بالهم اللي الشعب الكل بهيم ومصدق، غالطين في حساباتهم برشا، غالطين في حساباتهم برشا. لا تولد الحرية إلا من قلب الظلم والاستعباد، ولا يولد النور إلا من قلب الظلمة أو الظلمات. فما ناس قاعدة تحارب، فما ناس قاعدة تخدم تحت حسمس، فما ناس واعية ومتثقفة وتعرف اش تعمل، فما ناس يعني عنا توانسة مشرفين ديجيني اللي يخرج من البلاد هذه ويشوف يعني ويحتك بحضارات أخرى ويشوف الناس ويشوف الدنيا ويشوف العالم، سي ما عادش يتشد، يولي عنده نظرة احتقار ويولي يفهم اللعبة ويفيق ومستحيل يرجع كيف قبل. لكن كما قلت لكم مسيركم مزبلة التاريخ، ويسقط الرئيس القادم، وتحيا الحرية رغم ألف الجاهلين. بيجو تشاو.